هلا حبيباتي، كيفكم؟ بسوي معاكم معمول الحليب المركز، مرة لذيذ ويذوب في الفم. وهذه هي المكونات، مرة بسيطة وسهلة. عندي هنا علبة قشطة، عندي علبة حليب مركز كبيرة، عندي نصف كوب فيه موية وفيه موية زهر، عندي نصف كوب زيت، ملعقة كبيرة شومر. بريد دقيق عندي 6 كوب، وراح اوزن لها 2 كوب زبدة. اوكي، يعني 4 اصابع او 400 جرام زبدة. اول كوب راح اضيفه للدقيق وازود كوب ثاني. هنا بعد ما ضفت الزبدة للدقيق راح ادخلها للعجانة، واخلي الزبدة تتوزع على الدقيق كله، يختلطون مع بعض زين والدقيق يتشرب الزبدة. هنا بعد ما توزعت عندي الزبدة على الدقيق كله، ضفت الشومر هنا اختياري، انا احب طعمه صراحة في المعمول، واضيف نصف كوب زيت. انا راح اضيف علبة قشطة هنا تعويض الاصبعين زبدة، يعني ممكن يا اما 6 اصابع زبدة يا اما 4 بس، فانا حطيت 4 وعلبة قشطة. رجعهم تاني يختلطوا مع بعض زين زين، وبعدين راح اضيف الحليب المركز والموية وموية الزهر. عجينة المعمول صارت عندي جاهزة، شوفوا كيف سهل التشكيل، شايفين؟ راح احتفظ فيها بالثلاجة لمدة ربع ساعة لان جهزت. تعديل بس في المكونات، راح اكتب لكم المكونات بالتفاصيل بالاكواب المعيارية. شفتوا العجينة كيف؟ الشمر يا بنات هو نفسه اليانسون بس يجي حبته كبيرة، بالمغربي اسمه النافع. بالنسبة للحشو يا بنات راح استخدم نصف هذه الكمية، هنا عندي كيلو، راح استخدم نصف كيلو، هذه عجوة، وراح استخدم هذه البهارات لتنكيه التمر. بالنسبة للبهارات اللي راح اضيفها للتمر، عندي شومر وعندي قرفة، هيل وجوز الطيب ومحلب، هذا المحلب الصغير بس رشة منه لانه بالنسبة لجوز الطيب راح ابشر منها بس شوية، تقريبا ربع معلقة صغيرة لانه هو مرة مر اذا كثير. وراح اطحن كله مع بعض واضيفه للتمر مع ملعقتين كبار زبدة. بعد ما طحنت البهارات اللي ضفتها على التمر ودوبت الزبدة تقريبا ملعقتين كبار، راح اعجن التمر مع البهارات زين واسويهم كور صغيرة. الحين هنا صارت عندي العجينة تبع المعمول جاهزة، والعجينة حقت الحشو كمان جاهزة. راح ابتدي احشي كورة من حقت المعمول بالحشو. ضروري نمرر الكورة في شوية دقيق عشان ما تلزق لنا في القالب، وبعدين نضغطها في القالب. الحين انا مسخنه الفرن، راح ادخله على الرف اللي في النص، بس يشقر كذا الاطراف تبع المعمول اطلعه، ما يحتاج يتحمر من فوق. الحين عندي انا المعمول خلاص تحمر من تحت، راح افتح عليه الشوايه شويه من فوق، بس يشقر شويه من فوق ويصير جاهز. بقول لكم نصيحة يا بنات، انه المعمول ابدا ما يترش سكر، يعني تحتفظون فيه بعلبة زي كذا تسكرونه وترشون بس الصحن اللي راح تقدمونه. رشيتوه كله مع بعضه على بالسكر بيصير شكله مو مرتب، بيصير شكله يعني مو حلو، مو مرتب، فيستحسن انكم ترشون الصحن اللي راح تقدمونه بس.